السلام عليكم. هنكمل إن شاء الله كلامنا عن اكتتاب شركة بنيان. لو عاوز تراجع الكلام اللي احنا قلناه في بداية الاكتتاب ويعني ايه اكتتاب أصلا، ممكن تشوفه في الفيديو ده. زي ما قلنا إن يوم الأحد انتهى الطرح الخاص اللي كان عبارة عن 345 مليون سهم، وتم تحديد السعر النهائي للاكتتاب ب4 جنيه 96 بالنسبة لنطاق السعر اللي هو كان ما بين 4 جنيه 96 ل 5 جنيه 44. وبكده نزل التخصيص للطرح الخاص بسهم واحد لكل 6.88، يعني حوالي سهم لكل 7 أسهم. يعني اللي كان طالب الكلام ده في الطرح الخاص، اللي كان طالب مثلا مليون سهم هياخد 145 ألف سهم بس. بالنسبة للطرح العام، وده المهم بالنسبة لنا، الطرح العام لحد النهاردة وقت تسجيل الحلقة تم تغطية الاكتتاب 5 مرات. معنى كده ان انت لو كنت طالب 1000 سهم كده هينزل لك 200 سهم، ومتوقع انه يوصل ل10 مرات، اللي هو تغطية الاكتتاب بالعام يوصل ان شاء الله ل10 مرات. طيب انت كده هتعمل ايه حاليا؟ لو كنت ناوي اصلا تاخد 1000 سهم فمطلوب منك تعمل حاجتين. الحاجة الاولى انك تدخل تاني دلوقتي الاكتتاب قبل نهاية الاكتتاب يوم الاربع 16/7، وده بعد مد مدة الاكتتاب يوم واحد لتعويض تعطل البورصة بسبب حريق السنترال بتاع رمسيس، لان كان المفروض الاكتتاب يخلص يوم 15 بس امتد اليوم تاني. المهم تدخل وتزود وتشتري حق اكتتاب في الاسهم تاني بعدد اكبر من الاسهم، كده هتكون عارف نسبة التخصيص هتكون بالتقريب كام. لو على مثالنا انت عاوز مثلا 1000 سهم وهيتخصص لك منهم مثلا هنخليهم 100 للتبسيط، فهتشتري 9000 سهم عشان يتخصص منهم 900 مع ال100 اللي في الاول، فكده يكون معاك ال1000 سهم اللي انت كنت عامل حسابك عليهم في الاول. النقطة التانية انك لازم تعمل حسابك في السيولة، لان زي ما قلنا الفلوس هتبقى محجوزة طول مدة الاكتتاب لحد نهاية الطرح، وبعد كده هيرجع لك باقي الفلوس، وهي مدة مش طويلة. في نقطة مهمة هنا كنت عايز اتكلم عليها، وهي هو ليه الاكتتاب اتغطى 7 مرات و10 مرات والارقام الكتيرة دي؟ ده بسبب حاجة كنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، اللي هي صندوق الاستقرار، اللي هو يعتبر ضمان من الشركة بعدم الخسارة من السهم. انت داخل الاكتتاب ب4 جنيه 96، وبافتراض ان السهم نزل وبقى ب4 جنيه مثلا، انت مش هتخسر، انت هترجع السهم تاني وهتاخد القيمة اللي انت دخلت بيها او اكتتبت بيها او دفعتها في بداية الاكتتاب من الاول، اللي هي 4 جنيه 96. والضمان ده معاك لمدة شهر، وده في حالة ان السهم نزل، زي ما حصل قبل كده في اكتتاب شركة ماكرو، والسهم نزل اكتر من 30% في اول شهر، بس كان فيه صندوق استقرار، المستثمرين رجعوا السهم واخدوا فلوسهم اللي هم دفعوها في الاول تاني. طيب لو السهم علي ووصل للقيمة العادلة زي ما تقيم ب7 جنيه 52، ساعتها ممكن تبيع السهم عادي وتكسب منه، وده هيبان في اول 3 ايام. يعني هنبتدي بجلسة يوم الخميس الجاي 17/7 والجلستين اللي بعد كده. فعشان كده كون ان في صندوق استقرار ده بيدي اطمئنان للمستثمرين الافراد وبيشيل من عليهم المخاطرة، فعشان كده انت بتطلب تشتري السهم وانت مطمن. فعدد الطلبات للشراء للأسهم في الاكتتاب بتكون زيادة عن العدد المخصص أو المعروض اللي هم كانوا 18 مليون سهم اللي الشركة طلباهم أو عرضهم للاكتتاب. وقلنا في الفيديو اللي فات إن بسبب الموضوع ده الطلب فعلا ممكن يوصل ل10 أضعاف، وإن عدد الطلبات في الاكتتاب ممكن توصل ل180 مليون سهم قصاد ال18 مليون المعروضين. فلو كنت ناوي يكون معاك أصلا 1000 سهم فمطلوب منك تعمل طلب ب19,000 سهم في الاكتتاب عشان بعد التخصيص يوصلوا لل1000 سهم، وده برضو لازم تعمل حسابه في المحفظة بالنسبة للسيولة بحق اكتتاب ال10,000 سهم، والفلوس دي هتفضل محجوزة لحد ما الاكتتاب هيخلص ويرجع لك الباقي بعد خصم منه تمن الأسهم المخصصة. معلش أنا عارف أنا بأكد على الكلام بالأرقام أكتر من مرة، بس ده عشان في ناس كتير بتتلخبط في الحتة دي. طيب نحسب بقى الحسبة، امتى ابيع السهم وامتى اشتريه؟ طبعا احنا عندنا صندوق الاستقرار، اهم حاجة ان لو السهم نزل احنا نرجعه وناخد فلوسنا، ده كده رقم واحد. ده هيكون امتى؟ احنا معانا مدة شهر من يوم 16/7 لحد 15/8 اللي جاي، فاحنا معانا طول الشهر ده. بس عادة في اغلب الاكتتابات الاولية بيحصل ان السعر بتاع السهم بيزيد في اول كام يوم، وبعد كده السهم بيبتدي يقل. بيقل ليه؟ لان الافراد زي وزيك لما ندخل الاكتتاب والسهم يزيد ونحقق المكسب اللي احنا كنا عاوزينه بنبيع السهم، فالعرض بيزيد عن الطلب فالسهم بينزل. انا مثلا شاري حق الاكتتاب ب4 جنيه 96، تاني يوم او تالت يوم السهم وصل وبقى ب8 جنيه، فانا كده كسبان 60% في اسبوع. ببيع السهم وابقى طلعت بمكسب والدنيا تمام. انا اصلا ما كنتش ناوي اكمل في الشركة دي،
انا بس كنت حابب استفيد من الاكتتاب وفرق القيمة العادلة وسعر حق الاكتتاب. ده السيناريو الاولاني المتوقع. لو ناوي تكمل في الشركة طبعا بتفضل محتفظ بالسهم اللي انت شاريه بسعر كويس، ولو نزل تاني ممكن تشتريه وتزود عدد الاسهم اللي معاك في الشركة اللي انت ناوي تستثمر فيها، والدنيا هتبان بعد اول اسبوع من طرح الشركة في البورصة وحركة التداول عليه. النقطة الاخيرة، عاوزك قبل ما تدخل الاكتتاب وقبل ما تبيع وقبل ما تعمل اي حاجة تحدد ارقامك. بمعنى زي ما اتفقنا في الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن ليه الناس بتخسر في البورصة، ممكن تشوفه من هنا ان انت لازم تكون محدد ارقامك وتحط اعصابك في التلاجة. فبتحدد انت ناوي تدخل تشتري كام سهم، بعد التخصيص هيكونوا كام، معاك سيولة قد ايه، هتحتفظ لمدة قد ايه، ولو ناوي تكسب كام. يعني مثلا انا محدد لو كسبت 10% انا تمام. انك تكسب 10% في اسبوع دي حاجة كويسة جدا. انا مثلا لا، انا هكسب 20%، انا شايف ان القيمة العادلة للسهم اعلى. او مثلا لا، انا الشركة نفسها عجباني والبيزنس موديل بتاعها كويس وشايف انها بتتوسع، وكان في خبر نازل انها تشتري 7 عقارات تاني في اماكن مميزة، وشايف ان الشركة مستقبلها كويس وانها ممكن توصل ل 12 جنيه على اخر السنة زي ما بعض المواقع بتتوقع. فتمام، لازم تحدد ارقامك. وعاوز اقول حاجة في النقطة دي اللي هي تحديد الربح. لو هتاخد بنصيحتي انك ما تطمعش، يعني حط رقم يكون مرضي بالنسبة لك وتمام وكل حاجة، بس ما تبالغش. حاول ما تحطش رقم كبير عشان الطمع وحش. احسب كده بروقان بدون تحيز بالوقت والفلوس، وشوف انت ناوي تكسب قد ايه. يعني لو 10% بالنسبة لك مرضي ما تقولش 20، ولو 20% بالنسبة لك كويسة ما تقولش لا انا عاوز 30، او لو 30% تمام ما تقولش انا عايز 50%. يعني هو مش احباط، بس حاول تبقى قنوع وما تحاولش تطمع زيادة، لان ممكن السهم يطلع بس ما يوصلش للرقم اللي انت محدده وينزل تاني، فتضيع على نفسك مكسب كان ممكن تحققه حتى لو اقل شوية املا في مكسب اكبر، فتضيع كل حاجة. تمام؟ فزي ما قلنا تبقى عامل حسابك انك هتشتري كام سهم وهتحتفظ بيهم، ولو السهم نزل هتعمل ايه، ولو نزل لرقم كام بالظبط او علي لكام هتعمل ايه. وبتكون موجود في الجلسة بس بتنفذ الخطة اللي انت محددها مسبقا بعقلانية وبحيادية بدون اي تدخل مشاعر او ضغط عصبي او توتر من حركة المؤشر، وبدون مشاعر خوف او طمع. وبالتالي انت بتاخد قرار عقلاني بشكل مظبوط بناء على الارقام، مش سايب نفسك لتذبذبات حركة المؤشر وجروبات السوشيال ميديا وغيرها تأثر عليك. لو شايف ان الفيديو ده مفيد بالنسبة لك ممكن تعمل لايك للفيديو، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة، واكتب لي في الكومنتات ايه النسبة المرضية بالنسبة لك.